حاجه. تفضل احمد. نرجع لاحمد الفريدي. شوف انتقالات أنا ما أحمد اقدر الفريدي. انه انظر للمرحله اللي فاتت بالفكر اللي كان فيه احمد الفريدي. صح، اعطي كل الفرص، وممكن التقرير كان يعني من اجمل التقارير اللي انا سمعتها عن مو بس احمد الفريدي، عن هذا حقيقه يشكر اللي قدم التقرير. وبالذات عجبتني الصوره اللي كده فيها استهبال لمين؟ لاحمد الفريدي كده، لما يجيب لك انه هو يعني كانه ماني فاهم احد، يعني ما همني في احد. لا مو دي، لا هذه فيها براءه. في صوره ثانيه له، شايف على الجهه ايوه دي ايش بتقولوا عني انا. فلما تيجي تطالع انا اشوف انه انت اشدت بالتقرير، لازم نشيد بالمنعدها التقرير. ايوه منعد زميلنا سالم العسيري. عاد سالم نعم. ما شاء الله خلاص تفضل ملك التقارير. فلما تيجي تطالع هو اعطي من اداره نادي النصر من الايام فيصل، الامير فيصل التركي. نعم. يعني لا نبخس حق هذا الرجل، وكان جلود وصبور، وكان كمان في الخفاء يعطي غير اللي كان معلوم. نعم. ثاني حاجه جات بعدها اداره الاستاذ سلمان المالك. نعم. وتعاملهم معاه كان انه هو نجم، ويجب تعرف النجم دائما انه له مزاجيات وشويه يحب الدلع. هذه ما قصروا فيها. جدد عقده، جاء رئيس الهيئه انا عندي منتخب. نعم. انا في حاجه لهذا اللاعب اللي هو يعني انا اعتبره صاحب الحلول الفرديه. أيوة يعني نجم صراحه. يعني ما بقول لك انه يشبه يوسف الثنيان، ولكن في ريحه من يوسف الثنيان. نعم. شايف؟ فكان الامل انه يقدر هذا الشيء، اني انا برسل. لكن مشكلته انه هو عقليته انه البزنس اخذ راسه دماغه. نعم. وفي نفس الوقت شايف الوسط الرياضي ده ممكن انك انت تتلاعب به. ممكن وصحفي يكتب لك كم كلمه، والثاني زميله، والشغلانه دي اللي ماسكتنا نحن نعم. في الاعلام هي اللي عادمه لعبتنا. فوجد انه ممكن هذا. لما جاء الحين الاستاذ سعود، ترى مو عشان سعود، جهد طيب وفكر طيب، ولكن هم شافوا الان عندك 7 لعيبه اجانب. نعم. يا انك انت تثبت نفسك يا برا. انا بالنسبه لي انا استعجب انه الاستاذ سعود يوافق انه هو يجدد عقده، لان انا ما بدخل مرحله اني انا شختك بختك بهاي. ما دام اللاعب فكره كده ما حينجح. نعم. الا اذا كان اللاعب هو اخذوا منه في العقد. بعد الان لا يصير العقود حقتنا السابقه. لا 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 لا، العقود السابقه دي انا اسميها عقود دلع. ما كانت تعطي للاعب انه هو ايش معنى قيمته، ولا هو كان يعطي قيمه لنفسه. نعم. وحتى هو كان بيبخس حقه. انا في رايي هذه العقود لازم تعاد من جديد، من خلال رابطه المحترفين، من خلال ايضا لجنه الاحتراف اللي موجوده في الاتحاد السعودي لكره القدم. اذا كان بنغير المنظومه والفكر اللي موجود عندنا. نعم. في الاحتراف اللي يتوافق فعلا مع فكر الاستاذ صالح، الا انه اللاعب بعد كده يفهم. الا عندنا الاستاذ صالح ما بيفهم. عشان كده انا معاك، انا اتفق. نعم. معاك في جزء، وفي جزء اخر لا. في نفس الوقت هذه الان المرحله انه هل يجد فعلا هذه العلاقه اللي حب انه الاستاذ سعود سويلم انه هو يجدد للاعب ويعطي له مكانته، وهل تجد فعلا الاهتمام من اللاعب؟ هذه ما حيكشف عنه. نعم. المستقبل القريب. وان شاء الله يعني انا اقول لك لما جاء في نادي الاتحاد كنا نتفائل به كثيرا. نعم. وهذا لكن دخل في لعبه الاتحاد والهلال واللعبه الجماهيريه. اخر شيء نفس النغمه ما يكررها، والفرصه ضاقت يا ابو فارس. والله يعني احمد الفريدي وفي لاعب. انا اقول لك لا، اول لما كان 4 لاعبين اجانب، الحين 7 لاعبين اجانب وحارس مرمى، يعني 3 لاعبين. انت الان تبغى تكافح من اجل، يعني هل ستلقى فرصه انه انت تكون احد الثلاثه؟ حيجي يوم طبعا هم دحين عجبتهم الملايين اللي موجوده، اللي فتحت له بزنس وكل شيء، بس حيجي يوم حيندم. برضه كان ممكن انه احمد الفريدي سيب الملايين، اسمك انت اتصور انك انت كنت في مع منتخب بلادك، انت ضيعت فرصه العمر. لو ان حطيت مبالغ الدنيا كلها في انه اسمك يكون في هذا المنتخب، بعد 20 سنه يفتكروا احمد الفريدي، انت ضيعت فرصه العمر. يعني كانك تقول فرس ما هو قادر يوازن بين مثلا اتجاه البزنس وكونه كلاعب.